ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ هنعمل ميك اب توتوريال النهارده مع بعض. نستخدم الواكس بتاع الحواجب بتاع هديل. ابتدي اخد منه على البراش بتاعتي وابتدي احطه على الحواجب علشان ارفع شعر الحاجب بتاعي لفوق. ابتدي امشط شعر الحاجب كويس واتاكد ان البرودكت بتاعي دخل جوه شعر الحواجب كويس. نضف شعر الحواجب بكونسيلر غامق علشان خاطر استخدم البيس بتاع بلويس على كامل الجفن. البيس بتاع بلويس هنا رقم 2. ميزة البيز بتاع بلويس او اي بيز تاني للاي شادو ان هو بيطلع لي نفس درجات الاي شادو بتاعتي مظبوطه، وكمان ما بيقطعش معايا على العيون بعد ما بخلص ميك اب. ابتديت ان انا ادمج بالبيوتي بلندر وهستخدم الباليت بتاع جاكلين هيل على كامل الجفن. هاخد البراش بتاعتي تكون فلافي عشان ابتدي اوزع بيها اللون الانتقالي بتاعي على الجفن الثابت. ابتدي اتحرك بحركات دائريه علشان اوزع اللون بتاعي كويس وما يكونش في مكان واخد اي شادو اكتر من مكان تاني. اتاكد ان انا فردت اللون كويس على العينين والاتنين قد بعض. هروح اخد براش تكون اصغر شويه عشان خاطر احط بيها الدرجه الاغمق شويه على الكورنر. هستخدم الدرجه البني في الكورنر بتاع العين من الاطراف. ابتدي ان انا اغمق اطراف العين بتاعتي واتاكد ان الدرجتين نفس العيون قد بعض. وابتدي ان انا ادمجه وادخل اللونين في بعض ما يكونش فيه فاصل ما بينهم. هستخدم الشمر من باليت هودي بيوتي على الجفن المتحرك واتأكد ان انا حطيت في الجفنين كويس. بعد كده هروح استخدم المرطب بتاع شوبريل على كامل البشرة. وهنا ميزة مرطب شوبريل ان انا ينفع استخدمه كمرطب للعيون لان هو قوي جدا وترطيبه حلو قوي. هبتدي اوزعه على البشرة كلها وهروح استخدم كيلز تحت العيون عشان الترطيب. هنا كيلز ترطيبه قوي جدا عشان الخطوط. هنا هنستخدم الفاونديشن بتاع جيفينجي وهعمل معاه ميكس من لاجير الاصفر. ودلوقتي استخدمت الكاركتر بتاع كاركتر. هستخدمه على الاماكن اللي فيها تصبغات او الاماكن اللي فيها حبوب او مشاكل في البشرة. هبتدي افرد الفاونديشن بتاعي بالفرشة بتاعت سوما مين كلاشز. الفرشة دي تحفة جدا في الفاونديشن. ابتديت ان انا افرد الفاونديشن على البشرة كلها وابتديت ادمجه بالبيوتي بلندر. وهنا انا غمقت نفسي شوية عشان انا ما بحبش اكون فاتحة. استخدم الكونتور من باليت ميك اب فور ايفر. ابتديت ان انا انحت بيه الخدود واقلل من مساحة الجبهة وعملت طابع الحسن. دلوقتي هبتدي ان انا اقلل من مساحة النوز عندي شوية. خدت الخطين بتوعي خليتهم قريبين من بعض عشان وانا بحدد الكونتور بتاع النوز. ودلوقتي هروح استخدم البلاشر بتاع شي جلام. انا مش فاكره الدرجه بتاعته قوي بس كانت على بينك شويه وانا بحب الدرجه دي جدا. هستخدم الكونسيلر بتاع جوفيز درجه 18 دي للناس القمحيه. هبتدي احطها في الاماكن اللي انا محتاجه بس ان انا انورها. هبتدي ادمج كل حاجه بالبيوتي بلندر تاني عشان اتاكد ان البشره كلها ميه واحده. ثبت البشره كلها باللوز باودر بتاعت هدى بيوتي. عملت نص اوف كاميرا ودلوقتي نعمل النص التاني قدامكم. ابتدي ادمج الكونسيلر تحت العيون وبعد كده اثبت باللوز باودر. اللوز باودر بتاعت هدى بيوتي كانت درجتها بنانه ودي علشان البنات اللي بشرتها قمحيه او خمريه زي. اتاكد ان انا ثبت البشره كلها وان مفيش مكان عندي لسه ستيكي. ثبت البشره كلها باللوز باودر. هروح استخدم البرونزاج بتاع جيفينجي. هنا هبتدي احطه على الاماكن اللي انا كنت عامله فيها كونتور كريمي علشان اكد على الكونتور بتاعي وعشان ازود من النحت اللي انا بعمله. هبتدي افرده على الخدود بتاعتي واتاكد ان الاتنين نفس الشيب مظبوطين. ودلوقتي هستخدم البرونزاج على مكان الجبهه وعلى مكان طابع الحسن. استخدمت بلاشر من اوفيس هو على البينك شويه. استخدمته على الخدود. ودلوقتي هستخدم 2 براش بنسل بس بأحجام مختلفة تحت العيون. هبتدي اعمل نفس الخطوات اللي انا عملتها فوق العين تحت العين ولكن بعكس درجات الاي شادو. استخدمت البني الاول وبعد كده استخدمت اللون الانتقالي اللي هو الاورنج. ابتديت ان انا ادمجهم ودلوقتي هنضف حوالين العيون بالكومباكت باودر بتاعت فيزرد. هي برضو درجتها على بنانة شوية
ودلوقتي هستخدم الكحل بتاع عهود، تحفة جدا يا بنات، في الثبات بتاعه حلو قوي. هستخدم الكحل بتاع سوري الايلاينر بتاع انجلوت عشان اعمل بيه الكورنر او المدمع بتاع العيون من قدام. قربت الكاميرا شوية عشان تشوفوا طريقة رسم العيون من قدام من عند المدمع. ابتديت ان انا ارسمها بشيب تكون رفيعة شوية لان انا عيوني لوزية، فالشكل ده بيكون مناسب جدا مع عيوني. استخدم الباليت بتاعة روبي روز وابتدي ان انا احدد بيها اطراف الحاجب، لان انا بحب شكل الحاجب مرفوع شوية لفوق والشيب بتاعه يكون مشدود على ورا، وانا مش هتقل شكل الحواجب لان انا اوريدي حواجبي تقيلة، فمش هستخدم برودكت كتير، هو بس هسحب الحواجب بتاعتي لورا، الاطراف اخليها مشدودة اكتر من كده. هستخدم الرموش بتاعتي من جي اس بيوتي، وهستخدم الفيكس بتاع بيرلس. دلوقتي هحط الهايلايتر بتاع اوفرا، انا بحبه جدا ما بستغناش عنه. ودلوقتي هحدد الشفايف بتاعتي بكونتور، هعملها كونتور الاول قبل ما احط الليبستيك بتاعي. هستخدمه من بيرلس بيوتي برضو، بس انا هحتاج ان انا اغمق الدرجة بتاعتي شوية، فغمقتها اوف كاميرا بعد ما خلصت. وده يا حلوين كان الفاينل لوك بعد ما خلصنا كل حاجة. اتمنى يكون اللوك عجبكم، واتمنى كمان يكون الشرح عجبكم، والدرجات او اللوك النهاردة كان سيمبل. استنونا في حلقات تانية، هنعمل لوكات قوية وهنعمل قطات في العيون، واتمنى ان هي كمان تعجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة بتاعتي، فعلوا الجرس، سبسكرايب، لايك وشير للفيديو، كومنت كمان. باي باي.